اللهم اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما معنى أمي؟ سؤال طالما طرحته علي نفسي، وكم استغرقت في بحر من الأفكار لكي أجد له جواب. سؤال عشت طوال أيامي باحثا عن إجابة أشبع بها فضولي. أتعلمون ما وجدت؟ قلب أبيض، جوهر ثمين، ابتسامة عذبة، بريق في العينين، صوت يهتف بكل شيء رائع، حضن دافئ. هذه هي، نعم، لم تعتاد على مدح نفسها، وليست ممن يقولون أنا وأنا، ولكني على ثقة أنها ليست مثل غيرها، فهي كما هي. من يحبها يتقبلها كما هي. إلهي، كن معها فأنت خالقها ومولاها، وأنت سندها في ضعفها وقلة حيلتها. لا تتركها يا الله، فهي بحاجة إليك دون غيرك. واحفظ قلبها واحفظ قلبها واحفظ قلبها، فهو نعمة منك تحب به وتكره به، فاحفظه يا الله، واحفظ لها من تحب، وابعد عنه من لا يستحق أن يكون موجودا فيه، فإنها لا تحتاج إليه. سألوني أي النساء تحب؟ فقلت من انتظرتني 9 أشهر واستقبلتني بدموعها وفرحتها وربتني على حساب صحتها، هي التي ستبقى أعظم حب بقلبي للأبد. أمي، إن كان كل الكون له شمس تضويه، أنت ضياء دنياي يا كل كوني. أعشق امرأة عشقتها بسبب دلالها، تراني شمسها وقمرها، حملتني من الأرض واسكنتني فوق السحاب. قد تكون هي سر كبريائي وغروري، لكن الأكيد أنها سر سعادتي. أسعدتني بحبها، تسقيني حبا وتطعمني حنانا. امرأة يؤلمها إن لمسني الهواء، ويكسرها إن اقترب مني الألم. عذرا يا نساء العالم، فمهما أحببتكم فلم ولن أحب أحد مثل ما أحببت أمي، فهي امرأة لن تتكرر في هذه الحياة. شكرا أمي لأنك أمي، وعفوا يا نساء العالم، فأمي هي أفضل امرأة في الحياة. ربي اكسبني رضاها حتى مماتي، ربي اكسبني رضاها حتى مماتي، ربي اكسبني رضاها حتى مماتي.